يا صباح الفل، يا مساء الجمال عليكم. زي ما انتوا شفتوا كده عايزين نعمل حواوشي مصري، حاجة كده في السريع. طبعا العيش زي ما انتوا عارفين ان انا بخبزه في البيت والمرة دي عملته كده وانا بخبز، يعني بالمرة صغرت كده شوية من حجم العيش عشان حابة ان انا اعمل حواوشي في يوم. فجهزته وحطيته في الفريزر، وجاء الوقت بقى وحان وقت الحواوشي المصري. بصراحة أسرع وأسهل من الحواوشي الاسكندراني، دي حقيقة أعترف بيها يعني. بصوا بقى، حطيت فلفل أخضر، حطيت طماطم، حطيت فلفل أخضر حامي وبارد وطماطم وتوم. خلاص، والبصل زي ما انتوا شفتوا كده نفس يعني كمية اللحمة قدها بصل، تمام كده. فرمتها في الكبة زي ما انتوا شايفين كده ناعم، وبعدين صفيتها، عصرتها في مصفى وصفيتها، خدت ميتها. وده ضربت بقى الطماطم زي ما قلت لكم والفلفل الحامي والبارد. خلاص، وبرده ضربته في الكبة يعني وايه وصفيته، لا يعني نزلت منه المية كلها. بصوا بقى، يا سلام على المية دي، يا سلام يا سلام. بصوا بقى، المية دي هعمل بيها تتبيلة حاجة تانية، يعني النهاردة هنعمل أكلتين سهلين جدا. خلاص، المية دي بدل ما ارميها، مش هرميها، ده كنز، هاخدها اعصر عليها ليمون زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، وبعدين احط شوية من الصويا صوص. تعالي انت خديها. احط كمان دبس رمان. حد بقى يقول لي هعمل بيها ايه المية دي؟ ودي بهارات انت خدتيني على طول. وكزبرة شوية كده من الكمون، وعندي زيت ذرة عادي. خلاص، لا المية دي كنز زي ما بقول لكم، مية بصل وطماطم وفلفل وثوم، تحفة. وشوية كده من العسل. خلاص، يعني خدت كل اللي صفيته، حطيت عليه البهارات دي زي ما قلت لكم، عصرت عليه ليمون وحطيت بهارات وحطيت كزبرة وكمون وشوية من الحبهان، ودي بابريكا مدخنة، وحطيت صويا صوص، وحطيت دبس رمان وعسل نحل، تمام كده. ودي الملح. خلاص، تفتكروا بقى دي تتبيلة ايه؟ اكتبوا لي كده بقى في التعليقات، قولوا لي بقى دي تتبيلة ايه. خلاص، قلت ايه بدل برميها اعمل بيها حاجة تانية، تمام. يلا بقى نرجع للحواوشي بتاعنا. خلاص، حطينا بقى ايه التفل بتاع البصل بس، وحطيت تفل اللي هو الفلفل والطماطم والحاجات دي اللي زي ما قلت لكم. خلاص، حطيت بقى، قطعت بقدونس، حطيت ملح وفلفل، اوكي، وبهارات. عندي بهارات كده اللي هي ورق لورا مع حبهان مع كبابة صيني وكده، حطيتهم على اللحمة. خلاص، المية بقى انا خدت منها شوية، حطيت عليها فلفل اسود، ودي بقى بهارات حواوشي كمان. دي البهارات اللي بقولكوا عليها اللي هي ورق لورا وحبهان وكبابة صيني. ودي 7 بهارات، شوية من الكزبرة، تمام. الحواوشي طلع ايه زي العسل. ده توم باودر، بصل باودر، وشوية من البابريكا. هتقولي طب ما انتي حاطه بهارات الحواوشي دي كفايه، يعني انا ولادي بيحبوا البهارات تكون واضحه كده في الاكل، يعني مش بيحبوا البهارات الخفيفه، لا تكون يعني باينه في الطعم، تمام. بحط شويه من الدقيق عشان لو في شويه من السوائل يعني هتنزل، الدقيق هنا بيمتص ايه السوائل. خلاص،
فبحط كده معلقة كبيرة من الدقيق على خلطة الحواوشي، وبحط كمان بيكنج باودر. خلاص هنا عندي العيش كده بحاول افتحه بقى، طلعته من الفريزر. هنبتدي بقى نحشي العيش بتاعنا. تمام، يعني ما بحبوش ولا تخين قوي ولا يكون رفيع كده ومفهوش لحم يعني الوسط حلو. خلاص وافرده كده كويس. تمام، ما تنسوش بقى تبشروا حته دهنه كده في خلطه الحواوشي عشان تديله طعم حلو قوي. تمام، عندي كده ميكس جبن. خلاص عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه كده حلو قوي. تمام، انا بقى سيحت كده سمنه بلدي عندي، سيحتها في الميكروويف، وجنبها الطبق اللي هو بتاع الميه بتاعه البصل والطماطم وكده، حطيت عليها بس فلفل اسود. تمام، طبعا مولعه الفرن عشان بقى ايه يبقى سخن كده والحواوشي يستوي معانا ويتحمص، يعني يقرمش كده من بره ويكون مستوي وطري كده من جوه. تمام، ميه الطماطم والبصل دي هبتدي ان انا ادهن شويه العيش من بره، خلي بالكم يعني مش تغرقيه، دهنه كده بسيطه. تمام، بيدي تطعيمه للعيش تحفه تحفه تحفه. خلاص، ودهنه كده من ايه السمنه البلدي او اي نوع سمنه بتحبيه. خلاص نقلب بقى الناحيه التانية كمان ونعمل نفس ايه الخطوه. هندهن من ميه البصل والطماطم دي، وبعدين هندهن بالسمنه. يا لو عندي دور برد مقولكوش، اكيد واضح ومخنفه وفظيعه. دي على البرد ده بكرهه. ضربت بصل في الغدا عشان يروح، والصبح خدت ليمون. اعمل ايه تاني؟ قولولي اعمل ايه تاني. يلا بقى نبتدي بقى ايه نحضر الطبق بتاعنا. حطيت بقى رشه كده من البقدونس، وهبتدي بقى احط كاتشب عشان طبعا عندي فرايز وكده فلازم له كاتشب. وجبت بقى مخلل كده جاهز بصراحه مشكل. يلا بقى بحاول افتح البرطمان، افتحه كده ايه بالسكينه الاول، بيفتح معايا على طول. بعد كده هاخد ايه بمعلقه نضيفه كده. معلش خلاص خلاص في الطبق. لزوم بقى الحواوشي والحركات بقى المخلل والحاجات دي. كمان ممكن تعملي سلطه طحينه، بس انا ما بحبش قوي الحواوشي يعني ناكل جنبه طحينه. فانت لو بتحبي ممكن كمان يبقى طبق مخلل مشكل كده حلو سبايسي، وطبق فيه سلطه طحينه. خلاص، ولو محمره بطاطس بقى شوفي او شيبسي حطي بقى، لو محمره بطاطس حطي شويه كاتشب. يا سيدي يا سيدي. بصراحه المره دي كنا جعانين جدا ومستعجلين فما حطيتش فحم. يعني عاده بعد ما بسويه بولع فحم كده بيدي للعيش برضو طعم حلو. المره دي كنا مستعجلين. يا لهوي، معذرة يا جماعة على صوتي صعب قوي. خلاص كده تمام. بس كده زي الفل. وعملت بقى عصير ليمون او مثلا عندك صودا اوكي، بس انا عندي بقى اللي هو زي تانك الليمون ده فبعمله يعني كده اي عصير بقى مع الحاجات دي. الحاجات دي عايزه عصير، عايزه صودا. تمام، تبقى حلوه.
والله احلى اكله وخفيفه وسريعه وزي الفل. شويه بطاطس كده ومخلي حاجه كده تفتح النفس. عايزة تيجي تحفة. بصوا الجمال، خطير خطير خطير. عندنا العيش بتاعنا متطعم من بره ومن جوه. شايفين الحلاوه؟ تحفه. يا رب تجربوا الطريقه وتعجبكم. تعالوا ندوق بقى كالعادة. انا بقى هنا بقى ايه، قلت اما ادوق بقى. بالتشيز. هدوق. جميل، تحفة كده عشان العيد جاي. باي. يا رب كل الوصفة عجبتكم، اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية، متنسونيش في اللايك. باي.